السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ نهاد مع وصفة جديدة وفيديو جديد. فيديو اليوم ديالي بغيت ندير كنافة مالحة وبغيت نشاركها معكم اللي كتجي زوينة وبمقادير جد بسيطة وموجودة عندنا في الدار. هذا هو الشكل النهائي. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة عندي زويته كنديرها في مقيلة وكندير فيها البصله ديالنا، يعني ديك البصله اللي كيكون فيها، يعني ممكن ديروا نتوما خضاريه، انا ما توفراتش عندي. المهم بورو البصله كلهم بحال بحال، كنشدوها كنديروا معاها شويه زيت البلديه وشويه الزبده. درتها انا في الاول غير دابت ما بانتش، كنبقى كنشحرها على هذه الطريقه هذه، يعني كنزيدها شويه ديال الزيت وخلاص شويه ديال الملحه بطبيعه الحال كيف ما غادي نوريكم الملحه. وكنديروا شويه د البزار، يعني غير راس المعلقه ماشي بزاف، وشويه السكينجبير. وكنبقى كنحرك المقادير ديالي كامله تسطح ليا ديك البصيله ديالي كتذوب ليا. من بعد كنشد واحد الثومه، رويز ديال الثومه، وحتى هو كنحكو كندخلو في البصيله ديالنا كيف ما كتشوفوا. كنبقى نحرك، راه البصله ديالي بدات كتذوب، كنحركها بحال هكا غير نشوفوها حيدات ديك الماء ديالها. في هاد الاثناء هادي انا غادي نمشي نوجد البشاميل ديالي. درت نص لتر ديال الحليب، 2 معالق ديال المايزينا، ما بغيتهاش تجيني عاقده بزاف البشاميل ديالي، شويه د الملحه، وتنخلط المقادير. تنرد على البوطه وتنبقى نخلط. خلاص راكم عارفين البشاميل يعني تيعقد ليا ونحيدو. تنبقى نحركو على هاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا مزيان، يعني كنحيد ديك النشا اللي كتكون لاصقه لتحت وكنخلط. في هاد الاثناء هادي غادي نمشي نجيب الكفته ديالي. البصله ديالي راه هبطات، كنجيب الكفته. يعني الكفته نتوما يعني نتوما والقدر ديالكم، يعني على حساب، يعني ممكن ديروا 200 غرام حتى 300، المهم اللي بغيتو ديروا 100 غرام. الا كانتم شويه ديال الكروفيت ديروه معاها، انا ما كانش عندي، هي تجي مع الكروفيت رائعه. كنبقى هكا كنسالي الكفته ديالي. كانت عندي كونجو اللي كنطلقها، كنخلطها مع البصله كيف ما كتشوفوا على هذه الطريقه هذه. انا كنحرك يدي في البصله وفي نفس الوقت كنحرك يدي في البشاميل. يعني راكم عارفين البشاميل خصني يدي ويد تحرك، كنبقى نحرك فيه على هذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. وكنحرك البصله ديالي اللي درتها مع الكفته ديالنا، ها هي تشحرات مزيان كيف ما كتشوفوا. كنديروا فيها شويه د الملحه، شويه د البزار، شويه السكينجبير، وكنحك التويمه. ومن بعد كندير الكفته وكنضيف عليها المعدنوس بزايد. يعني في هاد المرحله هذه ممكن ديروا لي زيبيناغ، انا ما توفرش عندي ودرتها بالمعدنوس. بلاصه لي زيبيناغ درت المعدنوس. كنبقى كنحركها. البشاميل ديالي ها هي وجدات كيف ما كتشوفوا، ها هي وجدات مزيان. كنهز البشاميل ديالنا 4 المعالق او 5، كنديروا فوق ديك الحشوه ديالي المقله وهي باقا سخونه، وكنضيف عليها الفرماج موتزاريلا. يعني الكميه اختياريه، ممكن ديروا الفرماج الصفر اذا. انا درت هاد موتزاريلا حتى تعجبني التعليكه كتجي زوينه. نتوما غتشوفوا تيجي معلك مزيان. الحشوه باقا سخونه، درت عليها البشاميل ودرت عليها الفرماج. هانتوما الفرماج ديالنا بدا كيطلق ديك السيور ديالو، وكتجي حتى هكا في العطه ديالها في الكنافه، يعني كتجي رائعه. يعني كنافه مالحه يعني بشكل جديد. تنبقى كنحرك هادشي حتى على ما تيذوب ليا الفرماج على هاد الطريقه هادي، وكتذوب ليا ديك البشاميل مع الحشوه ديالي. وكنخلي على جنب وكنمشي نفتح الكنافه ديالي. هانتوما كتشوفوا كتجي معلكه. كنمشي نفتح الكنافه ديالي كيف ما كتشوفوا، كنفتحها مزيان. يعني نتوما انا هاد الكنافه ممكن تفرقوا على 2 مرات، انا درتها كامله. كنفك الكنافه ديالي كنحلها مزيان بحال هكا، وكندوب شويه الزبده اللي كندوبها مزيان، يعني تسولي نوازيط كندوبها مزيان.
وعلى ما كنحل هاد الكنافه ديالي كامله كنحلها مزيان حتى هي، كنحلها راكم عارفين هي خصها تحل مزيان باش ما تجيكمش الطبقات ديالها شويه غليظه، حيت هي فاش كتخليوها هكا يعني كتحمر لينا باش نحشوها في الفران دغيا كتخطف لينا داك الوجه الفوقاني، ولكن الداخل كتبقى شويه باقا ما طابت. كنحلها على هاد الطريقه هذه مزيان كيف ما كتشوفوا، كنحلها بحال يعني سيور بسيور كل وحده بوحديتها باش تتحليه مزيان. هاد المعلومه ضروري خصكم ديروها. باش من بعد كندهنها بشويه ديال الزبده، كندير الزبده ديالي كيف ما كتشوفوا، كنبقى ندخلها مزيان في الكنافه ديالي ونبدا عاوتاني نحل مزيان حتى تحل ليا الكنافه ديالنا. يعني الكنافه شحال ما عطيتوها الزبده راه كتجي زوينه وهشيشه ولذيذه. هي راه ديجا دغيا يعني دغيا كتحمر، وديك الزبده كتساعدها فاش تعطي واحد اللون يكون زوين. كنبقى نحل على هاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا حتى تنسالي الكميه اللي عندي. يعني ممكن نتوما هاد الكميه انا درتها كامله، ما هي الا بغيتو تخليو حتى النص ديروا غير نص وتخليو النص ما تجيكمش طبقه عاليه بزاف ديال الشعريه. المهم نتمنى تجربوها، كتجي رائعه وفي هذا رمضان غنحتاجوها وغادي يعني تجينا هميه في الطبله وزوينه يعني ما كنديروهاش في الايام العاديه بزاف. كنجيب المون ديالي وكنفرش الشعريه ديالي بحال هكا، كنطلق نصها لداخل، كندير شويه لداخل وكندير نصها لداخل ونصها على برا. ما غنديرش الكميه الثانيه فوق منها، ما هي غادي نغطيها بها. يعني غتفرشوا نص هكا ونص غادي تخليوه من على برا ديال المون باش غادي ندلبوها عليه في الاخر فوق الحشوه ديالنا. كنبقى كنقادها وكندورها على المون ديالي بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. نتوما كتشوفوا كندورها بهذه الطريقه هذه مزيان. الحوايج والبلايص اللي خاويين، عفوا البلايص اللي خاويين كنحاول نعمرهم كيف ما كتشوفوا. كنلقى شي وحدين مازالين دايرين كنعاود نحلهم باش تجيني طبقه زوينه وطبقه مقرمشه. كنحلها على هذه الطريقه هذه. من بعد فاش كنسالي الحلان ديالنا يعني وكنحلها مزيان وكندورها على المون كامل كيف ما كتشوفوا. هانتوما كتشوفوا يعني كندير نص على برا ونص لداخل، والبلاصه اللي ما محلولاش كنعاود نحلها باش تتحليه الكنافه ديالي. كنبقى على هذه الطريقه غاده حتى تنغطي المون كامل من على برا ومن الداخل. ومن بعد كنجيب الحشوه ديالي اللي درتها، الحشوه اللي درناها وكنديروها يعني فوق الكنافه ديالنا الطبق الثاني. كتجي معلكه هذه بالفرماج، يعني وليد البشاميل كيعطيها واحد التعليكه خطيره. كنديروا الفرشه الاولى كيف ما كتشوفوا مزيان كنديروها وكنغطيو الجوانب كاملين بديك هانتوما كتشوفوا كتجي يعني بحال الطبق يعني مغلف. كنديروا شويه البشاميل عليها مزيان، كنديروا البشاميل اللي درناه كنديروه مزيان، كنغطيو الحشوه ديالي كامل البشاميل. ومن بعد كندير فرشه ديال الفرماج ديالنا حتى هو من الفوق اللي كيعطيها واحد التعليكه خطيره كيف ما كتشوفوا. هانتوما كتشوفوا خطيره كيعطيها. كندير الفرماج فوق البشاميل يعني الكميه اللي باغيين نتوما. يعني انا في هذه الوصفه استعملت غير الفرماج موزاريلا، نتوما ممكن تستعملوا يعني الفرماج الاصفر حتى هو كيجي رائع بها. بعد كنبقى نغطي اولا نجمع ديك الكنافه ديالنا كيف ما كتشوفوا. كنجمعها من الجوانب بحال شكل ديال البسطيله، كنبقى نجمع شويه بشويه هانتي حتى تنردها على الدوره ديال المون. كنبرك عليها بيدي باش كتهبط مع ديك البشاميل والفرماج يدخل فيها على هاد الطريقه هذه صافي. وكندخلها الفرن ديالنا اللي كيكون مشعول على 180 درجه. هنا جاتني الصوره شويه مقلوبه ولكن دخلتها دابا صورتها لكم من على برا. هذا هو الشكل النهائي ديال الكنافه ديالي لما خرجات كيف ما كتشوفوا. ها هي يعني حليتها من داك المول ديالها كتجي بحال شي عشيش وهي
كلها يعني عامره، طريقه مالحه ديما كنجربوها حلوه. قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم، وهي مالحه تتجي رائعه في المذاق وتتجي معلته 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 مزيان. نتمنى تجربوها.